يا الله يا كريم، يا الله يا الله يا غفور، يا الله يا الله يا رحيم، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، أنا توفق وتسعد من فتح ذا المقطع. قول آمين. حبيب الغالي، كلام من القلب للقلب، بس قبل أقول لك هذا الكلام تكفى ادعي للي أرسل لك هذا المقطع، ولا أنت ادعي للي أرسلت لك هذا المقطع، لأنهم والله أنهم يحبونكم في الله ويحبونكم الخير. اسمع، مر علينا رمضان، عبدنا الله ولكن قصرنا، ولكن ما عليه، الله غفور رحيم. مرت علينا 6 من شوال، عبدنا الله ولكن قصرنا، ولكن الله غفور رحيم. أما الآن حنا في أيام عظيمة عند الله سبحانه، أول 10 أيام من ذي الحجة، كأن الله يقول، اسمع واسمعي، كأن الله يقول يا عبدي عصيتني في رمضان وغفرت لك، جاتك 6 شوال وعصيتني، فهذا أنا جبت لك ذا ال10 الأواخر فاعبدني فيها، تقرب إلي بهذه ال10. الله الله يا أخوان، اغتنموا هذه الأيام، والله أنها أيام عظيمة. عليكم كثرة الصلاة، عليكم كثرة الصلاة، افتحوا القرآن، مو بتقرأوا بس، لا، تدبر كلام الله. عليكم بقيام الليل، عليكم بر والديكم، عليكم بكثرة العبادات في هذه الأيام، تراها عظيمة عند الله. ما ندري هل بتخلص 10 أيام وحنا عايشين، أم بتخلص 10 أيام والله ياخذ أمانته. الله يسعدك ويوفقك ويشرح صدرك. ترى السعادة مع الله، والسعادة في صلاتنا، والسعادة في بر والدينا، والسعادة في الصدقة. أسأل الله أن يسعدكم. قبل أنهي كلامي، مثل ما فتحت المقطع أوله ودعيت للي أرسل لك إياه، ارسله لغيرك عشان غيرك يدعي له. دعاء يفتح أبواب السعادة.